يا مساء الفل والجمال على الناس الحلوة. قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة عايزة اقول لكم ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك ويا ريت لو كومنت حلو منكم تشجيعا ليا. النهارده هنعمل مع بعض البيتزا بالفراخ. عندي صدر فرخة كان بايت من امبارح، قلت اعمله بيتزا. تمام. جبت 3 كوبايات من الدقيق على الكوباية اللي هتظهر دلوقتي، 3 بالظبط من الحجم ده، الحجم الصغير ده. تمام. هبتدي احطهم في البولة ديت. هما بالظبط لما جيت كيلتهم طلعوا 3 بالظبط. تمام. هبتدي بعد كده احط كيس من الخميرة وشوية من زيت الزيتون، ده كيس خميرة فورية. وبعد كده ده شوية سكر حلوين ورشة ملح. انا بحبها لما بيكون فيها سكر شوية. ومعايا رشة ملح صغير، ومعايا شوية من زيت الزيتون. تمام. هبتدي اعجن فيها. طبعا انا دلوقتي بسخن مية على النار عشان احط كوباية صغيرة من المية الدافية، عشان بعد كده ابتدي اعجن فيها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طول ما انا واقفة بعجن في بيتزا بطبخ دايما اقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صدقوني الاكل بيطلع في منتهى الجمال. هنا احط شوية مية دافين تانيين عشان اقعد اعجن فيها. بصراحة لما اتعجنت واتخمرت طلع ريحتها روعة. على فكرة عايزة اقول لكم على حاجة، انا من اول الفيديو وهو شغال وانا مشغلة الفرن عشان البيتزا لما تدخل ما تقعدش كتير. اهم حاجة ان انتي تشغلي الفرن، وعشان كمان البيتزا تتخمر معاكي. هنا عملتها. هبتدي بعد كده اروح مغطياها عشان اسيبها تتخمر كل ده والفرن بتاعي شغال. تمام. جبت بعد كده اهو ده الفراخ اللي مبقيه عندي من امبارح. هبتدي اطلع صدر الفرخة واقصه بالمقص. تمام لغاية ما اخلصها كلها. دي الفراخ اللي عندي. تمام. وبعد كده معايا فلفل اخضر غسلته كويس جدا. هبتدي بعد كده اقطعه. الوصفة في منتهى اللذاذة والجمال، حلوة قوي قوي، هتعجبكم. كل ده والفرن شغال والبيتزا بتاعتي بتتخمر. هنا بعد ما قطعت الفلفل هاجي في طاسة صغيرة اروح حاطة شوية زيت زيتون، وبعد كده هحط معلقتين كبار من معجون الصلصة. تمام. هي البيتزتين صغيرين فهي مش محتاجة صلصة طماطم كتير. تمام. وبعد كده معايا شوية مية سخنين خالص عشان الطماطم تتسبك مع زيت الزيتون. وبعد كده هبتدي احط الزعتر والملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر، واسيب الصلصة. هي مش تاخد مني 10 دقايق تستوي على النار. ودي البهارات بتاعتي، ملح وفلفل وثوم بودر على بصل بودر، ولو عندك بابريكا حطي. بس انا من اهم البهارات فيها الزعتر والملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر. هنا على الكوانتر بتاعي جبت الدقيق. هنا اتخمرت معايا العجينة. هبتدي اقسمها نصين. تمام. انا عملتها على طول. هي جميلة 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 وناعمة وطرية، تحفة بصراحة.
هبتدي بعد كده بالنشابة اعملها عشان افردها في الصينية. اهي هنا فردتها. هبتدي بعد كده اروح حاطه في الصينيه شويه من زيت الزيتون من تحت، وبعد كده اروح حاطه عليها العجينه بتاعتي. هنا بحاول افرد على قد ما اقدر، على قد مستوى الصينيه اللي انا هحط فيها البيتزا. وادي الصينيه بتاعتي وانا برش زيت الزيتون، واروح حاطه العجينه فوقيها. تمام، ادعك الاول الصينيه كده، واروح حاطه بعد كده العجينه. احطها بطريقه متوازيه بحيث ان هي تبقى في الصينيه كلها. اهو زي ما انتم شايفين. نبتدي بعد كده نحط المكونات بتاعتنا. انا رحت اجيب من على النار الصلصه ونسيت الكاميرا مفتوحه. رحت جبتها اهو ورجعت. فاحط الصلصه بتاعتي على البيتزا واوزعها. ريحتها تحفه هي والبيتزا لما اتخمرت يعني، وكمان الفرن شغال معاهم، فدايما بيبقى ريحه الخبيز في البيت بتبقى ريحته جميله، وبتحسي بالدفى كده لما الفرن بيكون شغال. انا هنا وزعت المعجون الصلصة بتاعي. تمام، رحت اجيب من التلاجة الجبنة الموتزاريلا، اللي هي الحاجة اللي انا ناسياها. تمام، هنا معايا الفلفل، هبتدي احطه على معجون الصلصة. دي مقطعتهاش، هسيبها على جنب. تمام، وبعد كده هروح جايبة شوية من الفراخ اللي انا مقطعاها. وبعد كده شوية من الزيتون الاسود، جايباه طازة حلو جدا. حطيت شوية، وبعد كده في الاخر هروح حاطة من الجبنة الموتزاريلا اللي عندي. الجبنة الموتزاريلا دي بجيبها اللي هو التلات اكياس، بيبقى عبارة عن عروض، بيدوهالك بسعر حلو. فبجيب مثلا 3 اكياس، ولما يخلصوا اروح جايبة تاني. بتبقى عبارة عن عرض، بدل ما تجيبيها من بره بتجيبيها اغلى، فانا بجيبها اونلاين من الشركات. هبتدي بعد كده اوزع الجبنة الموتزاريلا. شكلها تحفة وطعمها طلع جميل جدا جدا، لان انا لا كنت منشفاها قوي ولا هي طرية قوي، هي وسط، يعني هي ما كانتش ناشفة خالص ولا كانت طرية خالص. هبتدي بعد كده ادخلها الفرن 10 دقايق، عشان بعد كده اروح مطلعاها على الشواية 7 دقايق. هنا بكون بعجن في العجينة التانية بالنشابة عقبال ما البيتزا بتاعتي تخلص. سهلة وجميلة ووصفة حلوة قوي وهتعجبكم، والواحد زهق يعني، مش كل شوية لحمة لا فراخ كده يعني، دايما بنحب ننوع.
هنا خلاص طلعتها من الفرن. هبتدي بعد كده رحت مطلعها الشواية 10 دقايق، وبعد كده ده منظر البيتزاية بعد ما طلعت من الشواية. حطيتها على صينية البيتزا وابتدي بعد كده اقطعها. نبتدي نشتغل في البيتزاية التانية. طعمها في منتهى الجمال. هنا البيتزاية التانية هو بدأت احط عليها اخر حاجة اللي هو الجبنة الموتزاريلا، عشان بعد كده اروح مدخلها الفرن وبعد كده الشواية. هو خلاص ما بقاش فيه غير حبة صغيرين جوه الكيس. في اخر حاجة خالص قلت اخلصه بقى بالمرة. والفرن كل ده شغال من اول ما ابتديت لغاية دلوقتي، عشان كده هي ما اخدتش مني وقت في السوا. وادي هنا البيتزاية بعد ما حطيتها في الفرن 10 دقايق، وبعد كده رحت حطها في الشواية 7 دقايق. بصراحة حلوين جدا وطعمهم جميل وفي منتهى الجمال وبألف هنا، وجربوها وهتعجبكم. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك.